روج باش، صباح الخير. أهلا وسهلا بجامعتنا. أتشرف أني على مجلس أمناء هذه الجامعة العريقة، وأيضا أتشرف بإدارة هذه الجلسة مع سيد رئيس الوزراء. حضرتك الآن طرقت إلى مواضيع عدة في خطابكم نشكركم عليه. حب أسألكم، تحدثتم عن الدولة القوية. تقييمكم ما هو التحدي الأكبر تجاه بناء هذه الدولة القوية؟ شكرا جزيلا. أنا تركت بعض الملفات خارج الكلمة، ركزت على الحكومة وبرنامجها والمؤشرات اللي وددت أن أضع الجميع فيها. بالتأكيد الأسئلة المهمة سوف تترك لي هذا الحوار. الدولة القوية هي دولة المؤسسات التي تحترم الدستور والتي تضع مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار. مثل ما تحدثنا أنه سنوات الحروب والحصار والإرهاب وعملية تأسيس عملية سياسية في نظام سياسي جديد، فترة طويلة 4 عقود عانى منها الشعب العراقي الكثير. وعندما يستذكر ويتأمل السياسات الخاطئة في هذه الحقبة بالتأكيد يشعر بالمرارة. الأمر الذي وصلنا إلى مرحلة أنه فقد الشعب العراقي الثقة بهذا النظام السياسي كنظام يقدم له الحياة الكريمة. التحدي هو كيف نكسب ونعيد هذه الثقة حتى نصل إلى هذه الدولة القوية القائمة على مبدأ المواطنة واحترام حقوق جميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناتهم وأطيافهم. تحدثتم عن طبعا النظام السياسي، ومن ميزات العراق الآن أنه تكون عندنا دورات انتخابية ويتم تداول سلمي للسلطة. هذه من الأشياء اللي يفتخر بها العراقيين. فأولا أحب أسألكم، تم تحديد موعد الانتخابات، حضرتك راح ترشح بالانتخابات؟ أكيد. على الأقل بعض الصالة راح يصوتون لحضرتك يبدو. نعم. طيب نحب نسألكم عن التحالفات. يعني دائما في هناك أسئلة عن بناء التحالفات ما قبل، طبعا هناك موعد محدد للإعلان عن التحالفات السياسية، ولكن نرى أن الناخب العراقي أحيانا يرى أنه نتيجة الانتخابات لا تؤدي إلى تشكيل الحكومة، ولهذا السبب نشوف أنه نسبة مشاركة الناخبين كل دورة تتراجع عن اللي سابقة. فكيف يمكن إقناع الناخب العراقي مثل ما حضرتك تفضلت أنه العراقي يكون عنده الثقة بالدولة ولكن أيضا الثقة بالعملية السياسية، وأنه صوته يؤدي إلى نتيجة حكومة بناء على التصويت؟ موعد الانتخابات تم تحديده والحكومة ملتزمة بهذا الموعد الدستوري وسوف تهيئ كل متطلبات إنجاح العملية الانتخابية. هذا جزء من التزامنا. هذا أولا. ثانيا علينا أن نفهم أنه عملية كسر الإحباط الشعبي تتم من خلال المشاركة، ومقدمات هذه المشاركة يجب أن يكون فرز لما موجود، لا عملية لتدوير مشاريع الفشل والفساد والتي لم يجني منها العراق شيء. أعتقد وأتحدث بثقة أن هذه الحكومة وبدعم من القوى الوطنية اللي شكلت هذه الحكومة ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي استطاعت أن تقدم رسالة إيجابية للشعب العراقي أن هناك مشروع إصلاح. اليوم الانتخابات ليست استحقاق انتخابي بقدر ما هي فرصة لدعم مشروع إصلاحي نهضوي يخدم العراق والعراقيين. نحن كمتحدث عددنا العدة لمشروع سياسي مكمل لما بدأناه، ونستطيع أن نتحدث عن منجز وعن أهداف وعن خطوات حقيقية ساهمت في خلق هذا الجو من التفاؤل. برنامجنا القادم قطعا سوف يكون مكمل لهذا البرنامج الذي بدأناه في هذه الحكومة بمعية شركائنا السياسيين.
تبقى المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين عامل أساسي ومهم في تحقيق التغيير المنشود إن شاء الله. إذا ستخوضون الانتخابات نفس التحالف اللي كان سابق، ما راح يتم تغيير؟ سوف تنضج عملية التحالفات في الأيام القريبة القادمة وتعلن إن شاء الله. العلاقات بين بغداد والإقليم حضرتك تطرقت لها الآن أيضا وبذلتم جهود بهذا الشيء، كيف تقيم اليوم العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان؟ لأول مرة تنتقل هذه العلاقة بين بغداد وأربيل من السياسات والحوارات المتشنجة ذات الطابع السياسي إلى حوارات ذات طابع فني قانوني. نختلف نتفق في تفسير هذا القانون، في هذه المادة، في هذا الاستحقاق، لكن في أجواء ملؤها الرغبة والإرادة والإصرار على معالجة المشاكل، وقد استطعنا تجاوز الكثير من التحديات. قيادة الإقليم الرسمية والسياسية بكل أطيافها هم شركاء حقيقيون معنا في هذا المشوار، مشوار بناء الدولة ومواجهة مختلف التحديات اللي مرت على البلد خلال هذه الفترة الماضية. سنوات نتحدث عن قانون النفط والغاز، ولكن الآن دخلنا بفكر أو الحملات الانتخابية، ممكن يتم تمرير قانون النفط والغاز ولا أيضا رح يتأجل للدورة المقبلة؟ احنا بدأنا بدايات في مناقشة هذا القانون على مستوى السياسي والفني، كان يفترض أن يتم إكمال هذه النقاشات. قانون النفط والغاز وفق الدستور الذي يعتبر هذه الثروة هي ملك لكل العراقيين، بإمكانهم الاستفادة من هذه الثروة بشكل مباشر أو غير مباشر. أصبح ضرورة ملح لتوزيع الصلاحيات وأيضا توفير البيئة للمزيد من الاستثمارات. العراق اليوم البلد الثاني على مستوى أوبك، من المهم أن تكون لديهم بيئة قانونية رصينة الاستخدام الأمثل لهذه الثروة. للأسف ظروف البرلمان التي مر بها في المرحلة الماضية وأولوياته في التشريعات حال دون أن نمضي في تشريع هذا القانون المهم، وسوف نحاول بما تبقى من فترة عمل. يعني ستسعون لتمرير قانون أكيد. قبل الانتخابات؟ نحن جادون في تشريع كل المتطلبات مهيئة، المسودة التي وضعت كمادة للنقاش مثل ما ذكرت. شكلنا لجنة سياسية ولجنة فنية وعقدت عدة جلسات ثم توقفت، نامل أن تستأنف قريبا. ماذا عن قانون الحشد الشعبي؟ قانون يتعلق بمؤسسة أمنية مهمة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة الإرهاب، وهي جزء أساسي من المنظومة الأمنية للعراق. هذه الحكومة وضعت في برنامجها، أنا دائما أكرر البرنامج لأنه جزء من إشكالات العلاقة بين المواطن والطبقة السياسية، هو أن نأتي بوعود وتنتهي. هذه الحكومة نستطيع أن ندعي وبكل ثقة عملنا على البرنامج بكل مستهدفات. كان واحد من هذه المستهدفات المهمة اللي هو تنظيم وضع المؤسسات الأمنية وحصر السلاح وتشريع القوانين لأجهزة أمنية كانت تعمل بدون قوانين. جهاز المخابرات الوطني بدون قانون، جهاز الأمن الوطني بدون قانون. قانون الحشد الشعبي كان عبارة عن سطرين في ظروف الكل يعرف تفاصيلها. آن الأوان ضمن مفهوم اللي نتبناه واللي على أساسه شكلنا لجنة برئاستنا للإصلاح المؤسسات الأمني أن نوجد هذه التشريعات حتى تنظم هذه المؤسسات بالشكل الصحيح. هذا المشروع هو ينظم الهيكلية، يوضح المهام والأهداف، ويرسم واقع عمل التشكيلات في هذه المؤسسة الأمنية. تم إعداده ودراسته بشكل مستفيض مع مجلس الدولة
نوقش في مجلس الوزراء بوجود رئاسة هيئة الحشد، وتم إرساله إلى مجلس النواب الذي بادر بقراءته القراءة الأولى. القانون الثاني هو اللي ينظم حقوق هؤلاء المقاتلين وامتيازاتهم، الآن يعملون بدون حقوق بدون امتيازات، وهم يقدمون جهد وتضحيات في سبيل المحافظة على الأمن واستقرار العراق. يعني القانون يمر بهذه أثناء دورة هذه الدورة البرلمانية، ولكن هناك بعض الاختلافات حول كيفية سن قانون الحشد الشعبي وأيضا قوانين أخرى. كيف ممكن سد هذه الفجوة ونحن دخلنا فترة حملة انتخابية؟ أعتقد لا يوجد اعتراض من القوى السياسية على أهمية تنظيم الأجهزة الأمنية وتشريع قوانين لها، بالعكس هذه خطوة إصلاحية ومؤسساتية، وهذا اليوم نعيد ونكرر هذا جهاز أمني جزء من المنظومة الأمنية العراقية يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة من أجل تنظيمه، من أجل معالجة كل الملاحظات اللي لدى البعض وعدنا احنا مأشريها. يجب أن نذهب بهذه التشريعات التي تنظم عمل هذه الأجهزة. إذا كانت هناك من ملاحظات ممكن النقاش حولها، هناك قراءة ثانية، هناك مجال واسع أمام القوى السياسية في البرلمان أن تناقش وتجاوب على المخاوف. أنا بتقديري جزء من الحالة السلبية التي ترسم على المشهد العراقي للأسف هي تخرج من هنا من داخل العراق، في تشويش على أي صورة على أي خطوة إصلاحية يحاول بهذا الضخ من المعلومات السلبية وإدخالها في نظريات تربك المشهد. وإلا هي إحنا لجنة الأمن والدفاع والحكومة صوتنا على قانونين لجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني، وأيضا هذا جهاز أمني. وين المشكلة في هذا الأمر؟ الوضع الأمني بالبلد هل ما زال يستدعي بقاء القوات الأمريكية؟ طبعا الوضع الأمني ولله الحمد هو الأفضل، وهذا لم يأتي من فراغ وإنما جاء من خلال منهجية عمل. أكيد بعد التضحيات الغالية اللي قدمها أبناء الشعب العراقي من كل المكونات وأطيافه، لكن هذه الحكومة بدأت بمنهجية واضحة للحفاظ على هذه الاستمرارية للأمن، وشهدنا استقرار وقدرة واضحة على مستوى التخطيط العملياتي والاستخباري لأجهزتنا الأمنية. وجود الأصدقاء في التحالف الدولي في نطاق الاستشارة، كل العمليات الأمنية نفذت من قبل أجهزتنا الأمنية في ملاحقة الإرهابيين، وكان آخرهم الإرهابي أبو خديجة. علاقتنا مع التحالف الدولي هذه كانت أيضا ضمن البرنامج الحكومي التي اتفقت عليه القوى السياسية في إعادة ترتيب هذه العلاقة، وبدأنا الحوار بشكل واضح في 23 و 24، وذكرنا قلنا أنه العراق في 2023 2024 ليس العراق في 2014 عندما بادر إلى طلب الدعم الدولي. آن الأوان أن ننظم هذه العلاقة. وجود 86 دولة أجنبية بعنوان التحالف الدولي في العراق أعتقد يراد لتنظيم. كان هناك تفهم للأصدقاء، خضنا حوار معمق طيلة 7 أشهر، وصلنا إلى اتفاق لتنظيم إنهاء هذه المهمة خلال عامين تنتهي على مرحلتين، أيلول 25 وأيلول 26. ثم انتقلنا بالتوازي إلى حوارات ثنائية للتعاون الأمني الثنائي مع كل دول التحالف. الولايات المتحدة الأمريكية عقدنا المرحلة الثانية وبصدد المرحلة الثالثة. في زيارتي للمملكة المتحدة في لندن وقعنا على البيان الأمني المشترك مع فرنسا، أيضا لدينا بحث، وهكذا مع باقي الدول. الآن مع المستجدات التي حصلت في سوريا
بالتأكيد نراقب نشاط داعش الذي تنامى بشكل واضح من خلال الأوضاع التي حصلت، ونجري حوار وتقييم مع إدارة التحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات. يبقى القول أن العراق عضو أصيل في التحالف الدولي، وسوف يستمر في وجوده مع الجهد الدولي لمواجهة الإرهاب وهذه الأفكار. حضرتك تطرقت طبعا للتطورات في سوريا ورح ننتقل لسوريا، بس أحب أسألكم هل يعني أن التطورات اللي تشهدوها ميدانيا قد يعني أن العراق بحاجة إلى بقاء القوات إلى ما بعد عام 26؟ أولا احنا ما نتحدث عن وجود قوات، وجود مستشارين. نعم، مستشارين في قواعد عسكرية عراقية. هذا الوجود أنا ذكرت صيغة التفاهم. تقييمنا للمشهد الأمني للمنطقة مستمر، وعلى أساسه نحدد الخطوات القادمة. ممتاز. طيب العراق يستضيف القمة العربية الشهر المقبل. نعم. ما هي أولوياتكم بالنسبة للقمة العربية؟ ماذا تتأملون أن يخرج بها القمة؟ هذا حدث مهم يليق ببغداد، حاضنة للحوارات العربية واستقبال الزعماء والرؤساء العرب في لحظة مفصلية مهمة في المنطقة. لن نبقى في دور المستضيف، وإنما سوف نمارس دور فاعل في صياغة مواقف وقرارات تعالج مختلف القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية والاقتصاد. نجري ونعمل على استعدادات متواصلة لاستقبال هذا الحدث المهم الذي يؤكد عودة بغداد والعراق إلى ساحة التأثير العربي والإقليمي. هل الرئيس السوري أحمد الشرع مرحب به لحضور القمة؟ نعم، وجهت له دعوة رسمية وهو مرحب به للحضور والمشاركة في القمة العربية. كيف تصفون اليوم موقع العراق بالوسط العربي؟ هذا الدور الذي يقوم به العراق مبني على سياسة اعتمدتها الحكومة، سياسة متوازنة في علاقات مع محيط العربي الذي يعتز به. علاقاتنا اليوم متميزة مع دول الخليج في شراكات اقتصادية، في تكامل في مشاريع الطاقة. بنفس الوقت لدينا تعاون ثنائي مع الأردن ومصر، ومشاريع أيضا اقتصادية. اليوم أيضا مهتمين بالوضع في سوريا، وندعم كل الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار. لسنا طرف في محاور أو صراعات. هذا ليس حياد سلبي بقدر ما هو سياسة توازن، وأيضا جزء من تقديم الأولويات الوطنية لبلدنا في هذه المرحلة. أسألكم عن التطورات الأخيرة اللي أيضا طرقتم بها في خطابكم عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. كيف تؤثر هذه التحولات، خلينا نقول، بين واشنطن وطهران على العراق، خصوصا أن العراق بادر سابقا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن؟ هذا الحوار المباشر أو غير المباشر هو شأن بين الدولتين، لكن له تأثير بالتأكيد على المنطقة. وكان العراق من المبادرين بحكم العلاقة اللي تربطنا، العلاقة المتميزة مع الدولتين، في الدفع باتجاه الحوار كوسيلة للتفاهم بدلا من التصعيد الذي يؤثر على استقرار وأمن المنطقة. رحبنا بشكل رسمي بهذه الجولة الأولى، ونأمل أن تستمر بشكل يضمن المصداقية وتنفيذ الالتزامات المتبادلة. نتائج هذا الحوار قطعا سوف تكون إيجابية على مختلف دول المنطقة التي تحتاج إلى المزيد من الاستقرار والأمن والتنمية. علاقاتنا مع واشنطن، هون أنه إحنا بالجامعة الأمريكية في العراق ندمج بين الاثنين، كيف اليوم علاقتنا مع واشنطن وخصوصا مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ احنا أكدنا في أكثر من مناسبة على أن هذه العلاقة علاقة استراتيجية
العراق حريص على تنمية هذه العلاقة ضمن إطارها المؤسساتي، من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ومن خلال الانتقال الآن في العلاقة من التحالف الدولي إلى علاقة أمنية ثنائية نعمل على صياغتها بشكل مشترك. لدينا مجالات كبيرة في عدة ملفات ممكن أن تساهم في تنمية هذه العلاقة. استقبلنا قبل أيام وفد من أعضاء الكونغرس، وكذلك وفد كبير من رجال الأعمال والشركات، فضلا عن الشركات الموجودة أصلا في العراق وتعمل في مختلف المجالات. كذلك استقبلنا اتصالات من عدة مستويات، وبالتأكيد هناك حرص كبير على تعزيز وتنمية هذه العلاقة ومواجهة مختلف التحديات. سؤالي الأخير، كون أنه إحنا بالجامعة وهناك طلاب من الجامعة الأمريكية وغيرهم من الشباب العراقيين، رسالتكم للشباب العراقيين خصوصاً من قد لا يشعر بنفس التفاؤل اللي نشهده خلينا نقول من بعض الجهات السياسية، شنو هي رسالتكم للشباب العراقي؟ يعني اليوم واضح نتائج التعداد السكاني الأخير الذي يشير إلى أن النسبة الأكبر هم الشباب في العراق. مثل ما ذكرت اليوم الشباب هم الأساس للدولة العراقية في مواجهة تحديات المستقبل. أقول لشبابنا العراقي، هذا الشباب الشجاع المضحي اللي كان حاضر أمام استحقاقات الدولة في مختلف المجالات، مثل ما وقف وضحى من أجل الأمن والاستقرار، هو اليوم مطالب أن يبادر إلى وقفة مهمة في عملية البناء. بلدنا لديه من الفرص الكثيرة مع وجود التحديات، لكن هذه الفرص كفيلة بأن تخلق لنا عراق آمن ومستقر ينعم كل أبنائه بالرفاهية والعيش الكريم. شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء لوقتكم، شكرا لاستماعكم. شكرا جزيلا.